السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل أو صباح الفل على كل اللي بيسمعنا النهاردة في قناة ملعب مصر. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. جئناكم اليوم ببرنامج جديد يسمى بكرسي الاعتراف. في البداية اعمل لايك وشير وكومنت برأيك في الحلقة عشان نستمر في البرنامج أو لا. نحن دائما صوت الجمهور، ومن يتحدث عن صوت الجمهور الآن هو سيف الدين حرب. أهلا بك يا سيف. أهلا بيك يا محمود وأهلا بكل المستمعين. آه كل سنة وأنتم طيب، بمناسبة جاهز رمضان وبمناسبة العيد، جاهز عشان أنا ما لكرسي كنتش الاعتراف؟ قلت الحاجات دي كلها. إن شاء الله جاهز. إن شاء الله. مطمن ربنا يعني؟ يستر. لا، ربنا يستر، يعني جاهز بس ربنا يستر، يعني مش مطمن طيب، ليك بصراحة. أول فقرة اتفضل. صراحة ووضوح. مم. ربنا يستر. تمام. حسام حسن من أول حسام مدرب حسن. لقطة وكاميرا. بمعنى وضح سؤالك. في تصريح لكابتن رضا عبد العال مم. متحدثا عن حسام حسن: يا كابتن حسام يا بتاع اللقطة والكاميرا، انت آه. بتستنى الكاميرا علشان تفضل تعمل ها 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 وترفع ايدك مم. وتحيي الناس والجمهور كأنك كسبان. بطل لقطات وكاميرا، احنا بطلنا وشبعنا من الحاجات دي، خلاص عايزين نلعب كورة. أنت عايز إجابة على سؤالك ولا إجابة بقى بردود وتحليل كتير وكده؟ لا، بصراحة ووضوح، حسام حسن مدرب كاميرا. لا. رضا عبد العال ليه في الكاميرا؟ يعني إيه اللي في الكاميرا كإعلام؟ يس. بيجيب مع الناس. مش مم. هينفع اقول لك اه ولا، يعني بيجيب مع مش الناس. كلهم، مش كلهم. رد عبد العال ماشي، خلف تعرف. فانا انت لو جيت تقول لي مثلا كل لعيبه الاسماعيلي حلوين، او ده ده رايي انا اصلا، زي ما انا ده بقوله دايما معاك او في اي وقت، كلكم شايفيني وحشين. انا مخالف ليك في الراي ده، وعشان كده تقريبا معظم صحابي بيسالوني انا في الاسماعيلي، مش اصلا لو سالوا نفسهم هيلاقوا نفس الاجابه. فدي من فكره رضا عبد العال، هو دي شخصيته حتى في الواقع، يعني هو خالف تعرف. اي حاجه انتوا شايفينها هي لا، اي حاجه شايفينها لا هي فبيجيب مع الناس. بصراحة نكمل. كم. بصراحة وبوضوح، رضا عبد العال منتمي قلبا عن جدا للزمالك ويجامل الزمالك أم لا؟ بيجيب مع الناس برضه، ما هو اصله زي ما قلت لك خالف تعرف. يعني هو لو لقى الناس كلها قلب على الزمالك هيمدح في الزمالك. لو لقى الناس كلها يعني مع الزمالك هيكون هم على الاهلي. هو بص، يعني لو انت بتلاحظ يجي يقول لك اللاعب ده سين، اي حد اي لاعب وحش، في حين الناس كلها بتقول إن ده لاعب ممتاز، والعكس لما نفس اللاعب بيقولوا ان هو مستواه بيقل يقول لك ان ده افضل لاعب دلوقتي، ولا ايه؟ فهو مش محل. يعني لو بصراحة انت بتتكلم عن انتمائك كاعلام، هو مش مع حد، هو مع رايه. بصراحة وبوضوح، قرار إمام عاشور للانتقال إلى الأهلي قرار صائب. من ناحيه ايه؟ كل حاجة تخص إمام. صح. بص اصل هو اهلاوي فتمام. طب بصراحة وبوضوح أصلا إمام اصلا أهلاوي. حلو اه. مم. طيب، بصراحة وبوضوح، جماهير الأهلي قبلت الاعتذار ولا لسه شايف؟ انا ما قبلتوش. حد يكتب لنا يا جدعان يقول لنا قبل الاعتذار ولا لأ، لأن هو يعني انا لازم شفت الكاميرا. عملت ايه، خلاص اصل. اصل بص، بصراحة وبوضوح، استنى بس في استنى استنى. كبالة لاعب قليل الأدب وما ترباش هو ودونجا. طب استنى قبل ما اجاوبك على سؤالك ده. بص، هو اصل انا مش هينفع اقول لك اه او لا، لان هم جمهور مش ماشيين بطريقه رضا عبد العال، بس مش كلهم واحد. فاتكلم عن نفسي احسن. انا ما قبلتوش لاني ما شفتش الاعتذار اللي كلكم قلتوا عليه. انت قعدت تقول لي كتير، انا ما شفتش الفيديو حتى الان. فلو تبعت لي الفيديو بعد الهوا يبقى زي الفل، هتخش اكتب في الكومنتات انا قبلت الاعتذار. انا ما شفتش الفيديوهات. طيب، تمام. بالنسبه لسؤالك آخر بقى. سؤال استنى وختام بس. الفقرة زي ما قلت. استنى بالنسبه لسؤالك عن شيكابالا ما هو ده ودونجا. آخر سؤال اه. في الفقرة، طب عشان تمام. الفقرة الجاية نعم أعترف ولا لم أعترف. مشكلة في الفقرة دي إنها زي ما قلت لك مش عني، فشكلها كده ناوي تقول لي حاجات غريبة. طيب، المهم بالنسبة لدونجا وشيكابالا، في إيه يعني؟ تعال هات لي واحد واحد قول لي ده إيه أدب ما ترباش في كذا 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 عشان أعرف أجاوبك. بعد مباراة كأس مصر المقامة في السعودية، آه آه، وبعد اتكلمنا عنها كتير دي في بعد المرة اللي فاتت. وبعد ردود أفعال ممثل هيئة الترفيه السعودية امم. تركي آل الشيخ التي أعلن أيوه. رسميا انتمائه للنادي الأهلي،
ده انا من اول ما هم اصلا قالوا ان في بطوله، في ماتش في السعوديه. لكن انا اهلاوي مع عمرو اديب الزملكاوي قالها. ما علينا يعني. كمل. التي جاء خلف الكاميرات والمخرج الأسباني لن يتهاون. امم الصورة تم التركيز على تركي آل الشيخ قبل هدف الأهلي أو بعد تسجيل هدف الأهلي الأول، معصوم. والشك بأنه أوفسايد، لا ما فيش اوفسايد، ده شك بس. والتكشيرة لا تفارق وجهه. ده حقيقي. وعندما تم تسجيل الهدف الثاني تحول هذا الرجل طيب، إيه علاقة ده بس بشيكابالا تحول هذا ودونجا؟ الرجل ما هو أنا لازم أحكي القصة للمشاهدين. طب ماشي. تحول هذا الرجل واستمر في تحليق ذراعه يمينا ويسارا. بيفرح الراجل، ايه مشكلة ورده؟ انا ما اعرفش. كمل طيب. وكابتن مدحت شلبي هو مم. دائما بتاع لقطة. مش بالظبط، بس هو لما بيلاقيها اكيد هيستغلها. هو دائما بتاع لقطة زي ما قلت. على فكرة هو، عشان اقول لك حاجة، عشان انا شفته شخصيا، هو تلقائي وليه يعني. دائما بتاع لقطة؟ عندما تم إسقاط حسين الشحات في كرة ما، مم. قال له يا حسين أنت ليس أنت مش واخد على الأراضي الجامدة دي. بص يا طب محمود، اسمعني ممكن بس. ترد ولا أرد أنا برد لا انا نهائي؟ هقول لك حاجة حلوة. انا شفته مم. شخصيا، ماشي. فانا بقول لك هو تلقائي، هو مش موضوع لقطة، اصل هو مش هيرتبها. اصل بس موضوع اللقطة ده معناه ايه؟ ان انا عارف انا هعمل ايه وامتى. يعني انا مرتب لما ده يحصل انا هعمل ده. طب ما هي دي مش فاكيد ترتيب. حسين، يعني هو عارف مين حسين هيقع. هو عارف مش منين معنى حسين هيقع؟ حسين. مش حسين، أي حد هيقع. اي طب حد هو نفس بلاش الجمله. بلاش حسين بالنسبة لما حدث طب بص في هدف اثبت لك. سالم. يا عم فكك من حسين، طز في حسين. تعالى هنا بس، تعالى. ما هو انا ما هو انا انا بس عايز جاهز. اوصلك انه تلقائي، هو مش تلقائي. تلقائي. هو تلقائي ما هي للاسف هو. التلقائيه ما بتعملش يا حبيبي، ماشي، ما انا باخد بالي. انا ما ينفعش اطلع انا بعلق على ماتش سعودي اصلا. تمام. ماشي. واللاعب كان في منتخب بلدك لما يحاول يعمل باكورد ويقع ويروح المستشفى، دي مش قله قيمه للاعب ده عشان حقيقي. تطلع. عشان لاعب عمل باكورد وجاب جول تطلع تقول ده فرق اللياقه البدنيه عملها قبلك امام عاشور وراح المستشفى نط على قدك يا امام. طب ليه؟ دي مش هعرف اسميها تلقائيه، ومش لازم اقول اسمها ايه لان انا لسه مش لاقي اسم. ف وانا نفسي اقول اسم بس انا مذيع الحلقه. الحمد لله. ماشي. طيب كمل. خلينا نكمل القصه. طبعا كابتن مدحت شلبي قال له دراعاتك يا ابو ناصر عايزينها، تقريبا هي دي اللي بتديهم ريالات، فتمام برضو يعني. يا ابني انت قلت انك مثال الحلقه، اعمل ايه؟ فما ما تقولش هو كلام. ما هو في حاجات كده انت ما بتعرفش تمسك معلش نفسك معلش فيهم. معلش. خد كرسي اذاعي كده واعرف ان انت المذيع، عليك انك توجه السؤال وانت ساكت. المهم قول. بعد الماتش بعد تسجيل الهدف الثاني توالت فرحات كابتن مدحت شلبي، كابتن تركي آل الشيخ. مم. وكابتن مدحت شلبي طبعا قال له يا راجل اللي في القلب في القلب. انت قلت انك اهلاوي بس الماتش على ملعبك لازم تكون حيادي. بس اللي في القلب في القلب، وهو اعترف يا زملكاويه. لا بص، انتوا كده عندنا ليه؟ عشان الجمله دي مخصوص تثبت لك انه اصلا تلقائي. ايه علاقه ان الماتش في ملعبه يبقى هو حيادي؟ ملهاش اي علاقه. فده يثبت جدا ان هو اصلا تلقائي يعني. طيب بعد انتهاء المباراة وأثناء احتفال جماهير الأهلي بالكأس ذهب اه شيكابالا ومن خلفه دونجا ماشي. وأشار بيده على الساعة وأشار ماشي. بيده أيضا بحركة خارجة تشير إلى الرشوة هو ودونجا. الاثنين. دونجا ده انا اصلا مش عايز اعلق عليه لان مش عندي عليه اصلا اقوله. بس كبارة هحاول ما اعلقش عليه يعني، عندي بس مش عايز اعلق. كمل. طيب ما أنا سألتك أهو بصراحة وبوضوح، شيكابالا لاعب، هو شيكابالا ودونجا لاعبان لا يملكون تربية. لا انت بص، شيكابالا انتمائه بقى يعني غالب عليه كتير جدا، فهو بس يعني مش موضوع طب هل تربية. شيكابالا فعلا ما عملش يا حاجة ربي. فنيا في الماتش فحب يعمل اللقطة دي عشان جماهير الزمالك تحس إنه خايف على النادي ويسقفوا له؟ اسالك سؤال. اتفضل. ولو إنك يعني مش لا دورك. مش دول يعني، ده سؤال مش يعني بره المنهج زي ما بيقول كده ابراهيم فايق. بص، اسأل. انت لو عندك لاعب، يعني انت لو بتشجع نادي ما وعندك لاعب كده ما لعبش
فنيا في الماتش، وجي عمل لقطة زي دي بره الماتش. طب انت كمشجع هتحس ان هو شيكابالا كده، هي شيكابالا عملت اللي ما اتعملش في بص، الماتش؟ انا كمشجع بتاع القطا، خلاص اه يبقى نوع المشجعين. انا كمشجع سواء اهلاوي او زملكاوي بتاع نظريه المؤامره، اه خلاص يبقى هو يبقى ما هو انا زي كده. جماهير الاهلي السنه اللي فاتت اه لا بلاش جماهير الاهلي السنه دي. قبل الماتش عارفها. بتاع الوداد، السنه امم اللي كنا بنلعب فيها في المغرب، اثناء شوبير. كابتن وليد العطار، اه تمام. اثناء كابتن وليد العطار. وانا مش هتكلم واقول وليد العطار عشان مش وقت، لا 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 لا، انا هتكلم دلوقتي عن جماهير الاهلي. يا رب ما قبل تحطش في الحلقه الماتش، اصلا. كمل. قبل الماتش فين يا جدعان؟ في المغرب، امم على ارض المغرب. ماشي. فوزي لقجع مختار الحكم، الاتحاد الافريقي بيجامل الوداد، نيجي نلعب الماتش نشيل 3 عشان نطلع كوارث تحكيميه. الاتحاد الافريقي بيجامل الوداد كسب عشان الماتش على ارضه وانت ما شطتش كوره على الجون، حتى لو، بس انت ما بص لعبتش كوره. يا عم، انا قلت حاجه. حتى لو ده انا اقصد بيها ان هي مش اصل، هي مش احيانا بتحسب كده برضه. ممكن ابقى اقول لك ده في وقت لاحق جوه نفس الحلقه دي، بس هي احيانا مش بتحسب بالطريقه كده. بس فعلا، عشان اجاوبك على سؤالك، شيكابالا لا، دونجا اه يعني ماشي. شيكابالا متربي دونجا لا. اه شيكابالا شخص فعلا محترم جدا، بس ما هو هو انا بحس انه محترم بس هقول هو لك بيجي في حاجه. الملعب ما طب بفهمش ايه بص، اللي سيبك بيحصل. من الملعب، تعال اطلع بره الملعب، بره الكوره. ما هو بره الكوره شخص اكتر شخص محترم. تمام، هي بس تقريبا ما هي دي زي ما قلت المشكله، لك، لكن انا دونجا لا انتمائه شايف له بره الكوره ولا جوه الكوره. انتمائه غالب عليه، يعني فدونجا دونجا ماشي. انا مش شايف له جوه الكوره ولا بره الكوره، في الملعب بيستهبل، ما علينا بره الملعب. الكوره بيستهبل، في ماشي. التمرين ما فيش. خلاص فدونجا شيكابالا لا، هو بس انتمائه غالب عليه مش اكتر، زي جنش. ما علينا يعني. كمل. لكن مش ايه، لا احنا كده داخلين في كارثه، وكان في ماتش امبارح لا 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 لا. لا مش كده. بمناسبة ماتش امبارح ده خلص 2-1 يا جماعة، فإن شاء اه بالمناسبه الله. ادعوا ليوسف امامه يا جماعه، لان راح هو المستشفى وعنده كسر هيعمل في الفك. في الفك، بيقولوا فادعوا له بقى عملها. ويعني ربنا بص هو المفروض إن يرجعه هو امبارح لينا. اتحجز في المستشفى، والنهارده بقى، النهارده بالنسبة لتسجيل الحلقة يعني، عشان ممكن تنزل الحلقة تاني يوم تسجيلها، فالمفروض هو هيعمل العملية، وهنشوف بقى إن شاء الله. بحاول أتابعها معاكم في حلقة أخرى. ربنا يرجعه لينا بألف سلامه. هو أحمد رفعت إن شاء الله. الفقره الجايه، أقول. نعم اعترف ولا لم اعترف. اتفضل. شوبير افضل اعلامي في مصر. ده بالنسبة لي يعني، ولا في العموم؟ أصل في هتفرق برضه. العموم، أفضل إعلامي رياضي في مصر؟ يس. نعم، أعترف. يلا. عنده سيف مبادئ زاهر ماشي قول. يصف نفسه بأنه صانع الكواليس وهو ليس ذلك. ينفع نمتنع على إجابة السؤال؟ نو. أصل بص، أحيانا وأحيانا والله، ساعات يعني ساعات، يعني هو بص، في الأخبار هو المفروض يبقى العكس، بس ماشي. في الأخبار تحسه كده يبقى لا أعترف. في الكواليس أحيانا بيكون أعترف، يعني مش عارف. الزمالك أخطأ في حق أشرف قاسم. أشرف قاسم. ده بحكي القصة رغم إني عارفها. أشرف قاسم ابن من أبناء الزمالك، ربنا يصبره. جاله مرض ما كده وبقى عنده وعكة صحية، والزمالك ما وقفش جنبه، يعتبر كابتن حسين لبيب ما فيش، كابتن أحمد سليمان ما فيش. في أقاويل تقول أن الخطيب هو من ساعد أشرف قاسم، ولكن الخطيب رفض إنه يصرح. أكيد هم مش سألوه قال هيصرح. لهم لا ما عملتش كده، طيب أنا يحب الخفاء. ممكن بس أسألك سؤال. أنت امم عرفت منين إن حسين لبيب وأحمد سليمان يعني ما عملوش أي حاجة معاه؟ سؤال بس. هو لمح بده لكن ما ينفعش يصرح رسمي. طيب هجاوبك بسؤالك، يعني أنا مش هجاوبك بمعلوماتي، هجاوبك بسؤالك أنت. تمام. بس صحيح تسأل السؤال عشان أنا هجاوبك بنفسي في السؤال. نعم تعترف أو لا لم تعترف مم. أن الزمالك أخطأ في حق أشرف قاسم. نعم أعترف، على الرغم إن كان نفسي يعملوا زي ما الاتحاد ما عمل مع سيد الثعلب، بس يلا ماشي كمل. نعم أعترف أن صفقات الزمالك كانت غير مدروسة.
طب ما ده سؤال عايز تحليل. او لا اعترف. مش عايز تحليل. شوف لا كم اعترف. صفقة، كم مركز، شفت. مش عايز تحليل. لا انا كنت عايز اقول ليه يعني، بس لا اعترف. بس انا اقول لك هي ممكن تكون نعم لسه، اصل هي بقى المشكله فين؟ ان انا اللي جبت الصفقه كنت انت يا مدرب مش هنا فهي مدروسه ليا، يبقى ممكن تبقى لا اعترف، لكن غير مدروسه عشان جوميز مش موجود يبقى نعم نعم اعترف. اعترف او فانت لا يعني لم اعترف بص، وانت ان بتقول اسال السؤال وضح سؤالك ادارة. اكتر بوقته عشان ايه اعرف اجاوبك اجابه ماشي. مفيده. ماشي، نعم اعترف او لا لم اعترف امم ان ادارة الاهلي الاسئله حتى الان حلوه يعني. اخفقت تمام. اخفقت في بعض الاشياء قولها لي عشان انا اقول طوال لك. تاريخها. اداره الاهلي، لا، اداره الاهلي والخطيب قصدك يعني عشان ادارة عشان الاهلي كلها. الاهلي من اول منظومة. الاهلي. ما ينفعش بالخطيب، ما ينفعش. لا اصل انت بتتكلم على الاهلي من 1907 لحد 2024. لا، ما انا اتكلم مش على مجلس الخطيب. ايوه نفس الخطيب اخفق. طب عايز تقولها عشان اعرف اجاوبك عنها ولا اجاوبك اجابه عامه؟ جاوب اجابة عامة. اعترف انه يلا. اخفق. اه ما انت لو كنت قلتها لي كنت قلت لك اجابه نعم مفيده. اعترف او لا لم اعترف، علاقة الاهلي والزمالك ستعود كما كانت. اعترف وبشده. يلا. اللي عنده حاجه يجي يتكلم. اوكي. اظن انا نعم اول اعترف او الف لا هكسب. لم اعترف. مم. مرتضى منصور كان سبب في اضمحلال علاقة الاهلي والزمالك. مش قوي يعني. مش هو رقم واحد، يمكن يجي يكمل لكن مش هو الاساس. فلا، لا اعترف. مم. وما تسالنيش مين نعم اساسا. اعترف او لا لم اعترف. اساطير الاهلي اقوى من اساطير الزمالك طبقا للمباراة. أنهي ماتش دي؟ أنا تقريبا على فكرة اتحكى لي وأنا قبل المحاضرات يا جماعة الموضوع ده، إن كان في ماتش كده بين نجوم الأهلي ونجوم الزمالك وخلص 4-3، حتى ما تقاليش لمين فما أعرفش. الاهلي فاز 4-3. طب أنا ما عنديش إجابة على السؤال ده، اللي ما شفتش الماتش. فلو عندك حاجة توضح اوكي. يا ريت، وأنا هجاوبك على السؤال على سؤالك. نعم اعترف. محمود الزنفولي أه حارس كمل كمل كمل. قادر على حراسة مرمى الاهلي طبقا لما قدمه مع ناشئين 2007. مش من 2007؟ أه أنت يس. قصدك اللي هي البطولة بتاعت زاد. أنا يا جماعة مش دي ناشئين 2007 بطولة الجمهورية. اللي مواليد هي. 2003 عفوا. 2003. لا ركز معايا طيب كان في دلوقتي. ماتش دي اللي 2003. هي حاليا. ايوه ايوه. اه اصل انا سيبني كان في اتابع الناشئين ماتش 2003 اه مع المقاولين. ماشي. واضح ان الماتش اللي انت بتتكلم عنه اتلعب في رمضان، انا مش متابع الناشئين في وذهب رمضان وذهب ماشي. محمود الزنفولي لحراسة مرمى الاهلي، امم وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 وذهب الى ركلات الترجيح. كمل طيب. ومحمود الزنفولي صد جميع ضربات الترجيح حيث فاز الاهلي خلصت. بضربات الترجيح 3-0. امم طب ما انا ممكن وخدنا اقول لك. خد الاهلي بطولة الجمهورية انت قلت بتاعت الناشئين. 2003 صح؟ مم. طب ما تقول لنا مين اللي سجل على الاقل يبقى عارفين اسماء لاعبينا اللي هيظهروا قريب. ما هو للأسف احنا عشان ما بنتابعش هم ما بيقولوش. اه ما فيش هو أخبار هو الماتش اتلعب في بتطلع رمضان النتيجة. صح؟ أيوه. ما انا مش متابع الناشئين في رمضان، انت عارف انا من بره الهوا يعني بحكي لك كده نتابع الناشئين وحكيت لك حاجات كتير عن الناشئين. بس الكلام ده قبل رمضان، في رمضان مش متابع الناشئين الصراحة تمام. بص هقول لك على الورق 2-2 دي نتيجة مش مطمئنة أصلا. هو كان بيلعب مع مين؟ مقاولين. نسيت معلش. أعترف. يلا. لا أعترف أو لا أعترف. موسيماني ظالم في الأهلي. ظلم في الأهلي يس. من ناحية إيه؟ كل شيء. ظلم أم لا. جماهيريا ما هو أصل بص، أنا قلت لك اسأل سؤال أعرف أجاوبك عليه بأه أو لأ من الآخر. إداريا. لأ بس كده. جماهيريا طبعا. انتهى الأمر. أعترف إنه اتظلم. فأصل أنت حدد حاجة أعرف أجاوبك عنها عشان ما تجيبش إجابة مش مرضية ليك أو للجمهور، يعني عشان أقول نعم أو لا. نعم أعترف أو لا لم أعترف. كويس إنك ما طلبتش تحكي القصص على فكرة، دي حاجة ريكاردو ممتازة. سواريش اه ظلم جماهيريا وإداريا نعم وفنيا أيضا. نعم. ونفسيا وعارف قول الصبح. شيء مش فنعم. حلو لما تجيب لاعب تقول له لما تجيب مدرب تقول له تعالى يلا انت ايه، خلص لي الموسم بالناشئين اللي معاك دول ويلا اتكل على الله بقى يعني. هي الفكرة إن أنا جاي وعارف أنا دوري إيه وهعمل إيه، يعني هما ما جابوش وقالوا تعالى تكون مدرب، لا هما وضحوا له من الآخر. زي كده اللعيبة اللي كانت بتتجاب في كأس عالم أندية عشان خاطر
ماتشين 3 وباي باي، او زي ما تعال كان اسند يابا، زي تعال اسند يابا. اللاعب ده اللي راح يلعب في في الدوري الدرجة السابعة عشان خاطر فريقه عنده اجازات، فما علينا. يلا. نعم اعترف اخفاق منتخب مصر الاولمبي في اختيار محمد صلاح ممثلا له في اولمبياد باريس. اخفاء هو، لا ركز معايا عشان انا اسالك وهوضح لك. منتخب مصر اختار صلاح، الاولمبي مخفق اختار ام موافق؟ صلاح. آه... تعترف ان هو اخفق في اختيار ده لا، ولا انت الاختيار انت الصحيح؟ انت تمسح السؤال لسبب بسيط، اسمع مني بس. امم لم يختير صلاح حتى الآن في أولمبياد باريس. تم اختياره. كان طالع تم المدرب اختياره بنفسه وقال لك يا انا مش عم. هختار، الكلام ده كان تم امبارح. ما انا يعني هقول لك اهو. تم اختياره من قبل اتحاد الكوره، ممثلا وتم ولا لاعبا؟ ترشيحه للمدرب لاعبا، طب حضرتك ماشي، انا وتم كاتحاد الكوره اختياره اهو. للمدرب، والان مم. المفاوضات مع ليفربول. ما عنديش اي مشكله والله، بس المدرب نفسه كان طالع وقال امبارح بنفسه انا مش هختار صلاح معايا في المنتخب. فلو اختاروا يبقى ده اخفاق. بص انا ضد فكره ان يجي لاعب كبير عشان يلعب مع الفريق الاولمبي في اولمبياد ايا كان. يلا الفقره الجايه قصه وتعليق. هيبقى قصه. قصه وتعليق. يعني انت تحكي قصه وعلق عليها؟ يس. ماشي، عشان ما احكيش انا اصلا، انت عارف انا مش عايز احكي قصص من برضه، وانا قايل لك الموضوع ده. ماشي. طيب. منذ ايام مم. اطل الكابتن احمد شوبير علينا انا متابع طبعا، اطلاله عجيبه عارف انت جدا، هتقول ايه. حيث قال ان يوجد لاعبا بالدوري المصري. ما قالش في الدوري المصري، انا عارف انت اللاعبا هتقول ايه. المصريا. اللاعب دولي لم طب يختار دو ما كانش موجود في اللاعب منتخب. دولي اسمعني عشان انا مهم. سمعت ايوه. اللاعب دولي مهم بالظبط. لم يختير في للمنتخب في ايوه الفترة الأخيرة. ايوه، وانا على دماغي في الآن مشكله في مكان في تاني. مشكلة كبيرة. صح كده. كانت هناك مثل هذه المشكلة منذ فترة، ايوه، ولكن لم تكن بهذا الحجم الآن. وما رضيش يقولها الآن بس احنا عرفناها طبعا غصب المشكلة عنك. كبيرة جدا، ماشي. وهذا اللاعب حدوتة. ايوه، شوف انا ما سمعتش الحته دي بقى عشان نكون مع بعض برضه، فتمام. بس كمل، دي مش مؤثره في القصه يعني. مرت الأيام هو يوم وقد واحد. وصل لنا الخبر أن هذا اللاعب هو رمضان صبحي. صبحي، ايوه. ما هو وصل. طب انا عايز اعلق على حاجه، وصل بسبب مين؟ رمضان عشان بس نكون مع صبحي بعض. ما هو بس اسمع بس. وصل الذي بسبب اسمع بس، وصل بسبب اتحاد الكوره، ودي رئيس غلطه. اتحاد الكورة التي ذهب مسلما رمضان صبحي للجماهير وللجنة الأولمبية للجماهير واللجنه الاولمبيه ولكل الشعب والاعلام المصري، وبس. حيث قال ولإدارة بيراميدز أيضا، لا، ما ده ضرب بيراميدز عارفه، هقول لك ايه دلوقتي، بس كمل. حيث قال أتى لنا خطابا رسميا من ايوه. لجنة مكافحة المنشطات. المنشطات المصرية ايوه، بإيجابية عينة رمضان صبحي. لاعب نادي بيراميدز. اوكي. بيراميدز كانوا عارفين كمان لان هم جمال علام كذبه. سبق وقال قول طيب قول. اللاعب هيتوقف 4 سنين. ما هو انا مبدئيا القرار ده انا مش هصدق لك عليه، ما فيش طيب. كلام يأكد. من جانب بيراميدز طلع وقال سنقاضي جمال علام. ده عشان ايه؟ عشان طلع كشفكم مثلا ولا عشان ايه؟ مش فاهمها. ما هو دي انا مش عارفها. بس ما علينا برضو، كمل طيب. كمان انا هحاول اجيب لكم تفاصيل القصه دي كلها في حلقه برضو لوحدي، عشان وبعدين موضوع في عنده صور كلام وحاجات تانية كده بيتقال وتصريحات. ان هو لازم يثبت في 10 ايام انه ما كانش بياخد منشطات، ايوه، وعد منهم 5. وان دي دواء. ما هو فيش آه، لسه اثبات، وان دي دواء هو ما كانش يعرف انها منشطات وخدها على اساس انها دواء. يا عم الحاج انا اصلا مش فاهم، هما طلعوا بعد كده وقال لك العينه فاسده. انا ما اعرفش يعني ايه العينه فاسده اصلا. العينه فسدت او فاسده يعني، مش سلبيه. علق. مش المفروض انا اقول لك، يعني المفروض انا اقول لك العينه ايجابيه او سلبيه. فلا، العينه فاسده. علق طيب. علق. على فكره ان هو اخذ منشطات او لا، ولا قصه من اولها على لاخرها القصه بقى بكل كلها. المخطئين والمصلحين بالظبط. شوبير ما فيش لوم عليه، اللي هو برضه ما صرحش. وعلى فكره مش معنى حدود، اصل اقول لك حاجه. عفوا. شوبير انا عشان متابعه كتير، دي مش هقول لك كلمته المشهوره، بس هو لما يلاقي لاعب كويس او حلو بيقول عليه كده، ولا ايه؟ ولكن هذه شهرة رمضان. يا عم مفيش مشاكل، مفيش مشاكل.
طب ما لو كلمتك عن لعيبه كتير، انا بس عشان مش في دماغي اسماء حاليا، هيكونوا حدوته برضه ولا ايه؟ فهي الفكره بس. ما علينا، مش دي المشكلة. ما عشان كده بس فهمت ازاي هذا ما هو صرحش. إعلامي في الأول وفي الآخر، إنما اللي صرح رئيس اتحاد الكورة ده المخطئ. ده المخطئ. ده ما هو اللي اتحاد الكوره يعني. بقى، انا بتكلم هو ليه صرح، هو انا عايز ايه صرح ليه؟ ليه مشيت ورا الإعلام؟ لا هو مش ورق عليه، دورك. هو معاه دورك الخبر كرئيس. اصلا يا عادي. عم دورك ليه؟ كرئيس اتحاد الكورة حماية اللاعبين. مش هقول لك تخفيها، بس لا خلصها زي ما بيقولوا كاس استنى الشعب المصري. لوقتها. استنى لوقتها. يا عم لا اطلع لا 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 وقت لا يا عم اطلع وقت الإيقاف، وقت ما نتأكد كده بعد لا، ال10 أيام ثانية يعني. ونتأكد أنا وكده اطلع. دلوقتي اسمعني بس، يعني أنا أطلع دلوقتي في القناة هنا، أقول يا جدعان يا جدعان، إيقاف رمضان صبحي 4 سنين مثلا، ماشي، يا عم سيف، من غير بص. سبب. ما هو بص طبيعي بص احنا بنكون عارفين القصة. ما القصة هنعرفها بس مش بس وقتها. أنا بتكلم. افرض اللاعب يا عم، افرض اللاعب تلعب عليه، انت ليه تعمل بلبلة وبتكره اللاعب؟ بتكره الجماهير في اللاعب اكتر ما في جماهير أنا اصلا كنت لسه عايز أقول كرهاه. لك انت الحكاية دي، الجمهور بتعمل أصلا ايه؟ يعني ما شاء الله. وأنا رغم إن أنا أهلاوي، بس بقول لك جمهور الأهلي، أنا ما أعرفش، أنا ما قريتش ردود الفعل، بس أكيد ظبطوه في الميديا. أنا متأكد ما من اللي طبيعي. بقوله ده، يعني أنا مش ما شفتش، بس أنا عارف إن أنا بقول لك إيه كويس. ما طبيعي. برضه وانا بعمل الحلقه هجيب لكم الحاجات دي لو لقيتها على قدامي يعني. ان شاء الله قلت لكم هطلع لكم حلقه كده عن الموضوع ده لوحده. ابسطها صور رمضان صبحي وجايبين صوته وهو سكران وماسك برشامه هم عملوا كده. وجنبه حبيبه. طب ليه؟ والاستاذ بقى ايه؟ لو يعني هتقول حاجات دخل اوضه غريبه بلاش، النوم عشان مش ويعني عايش. يا رب ما يجيلناش مخالفه عن اللي هيتقال دلوقتي. بص المهم، هو سيبك من القصه اللي انت حكيتها. طيب. ما انا مش آم، عارف انتوا ليه كجماهير بتعملوا يعني. انت تقبل يا اسطى انك تروح بيتك تمسك تلاقي واحد كده يا عم خلاص عيب. خلاص خلاص يا جدع عيب، والمصحف اللي انت خلاص. بتعمله بيحسبوها تحفيل. بس مش دي بالنسبه لي قله مش ادب. تحفيل. ده خد في اعراض يا عم. بص، بعدين انا مش هتكلم في الحته الدينيه دي، انا خليني في الحته الرياضيه بتاعتنا يا عم. التحفيل ده لما انا احفل عليك براحتي جوه الملعب. يا عم التحفيل انا لما خرجت اطلع من اقول لك الملعب. امام إيه ده في المليان، وانت كده تطلع لا تقول لي غير كده، لو جوه الملعب، لو جوه الملعب شيكابالا ماشي. اسطورتنا وانت مالك، ماشي تمام. لو في الملعب برضو. لكن تطلع تستهبل. ما انا بتكلم في قصه ان التحفيل في الملعب، في الكوره، في التمريرات، فاهم انت. انما القصص زي ابن مين ده شيكابالا، والحاجات الغريبه اللي انتوا طلعتوا تقولوها دي، يا جدعان انا مش بفهمها. تمام. والحركات اللي ساعات اللعيبه بتعملها وانتوا بتمسكوا فيها كده، وشهرين تلاته كده، ايه، بصوا اللاعب ده عمل ايه وايه وايه ليه. اه. بص يعني. مش عارف، مش عايز اعلق على موضوع الجمهور في الحته دي. لاعب الاهلي يعمل اشاره لجماهير الزمالك انتوا مالكوش لازمه نطلع بيه السما يا جدعان. الله. امم لاعب الزمالك يعمل جماهير ونفس الزمالك الاشاره على تطلع فكره. بيه السما. ولاعب الاهلي انت مش متربي. انت طب مش عارف ايه. طب انت واشمعنى اللاعب وانت بتاعك وانت يعملها؟ وامك وابوك بالظبط. فاهم. بص يعني اصل الجمهور ده عايز له قناه، مش نقدمها له، فما تركزش قوي في حته الجمهور ده. انا قايل لك ده فنيا ورياضيا كل حاجه. خلينا نحكي قصه تانية. قول ان القصه دي مشت على قوي يعني اصلا. كابتن رضا عبد العال رفض تصوير حلقة رامز عندما رأى إمام عاشور طبقا لما حدث منه قبل سابق طب ممكن بس ثانيه قبل ما في تكمل القصه. كلامه على إمام، وإن هو فقر على النادي الأهلي، ومن ساعة ما جه الأهلي ما خدش بطولة، ولاعب منحوس، ولاعب ماشي لا يمتلك فنيات وجاية ماشي معاه بالحظ، اوكي. وكل الكلام الجميل ده. وطلع تمام. إمام في تصريح على قناة أون تايم سبورت لا انت عارف وقال التصريح ده. انا لولا عارفه. الأهلي في نظام كنت عرفت أطلع أرد على كل الهجاصين اللي بيشتموني. هو ما قالش كل حاجه، وطلع بس اقول كابتن لك رضا ماشي، خليها ماشيه بالطريقه وطلع دي. كابتن رضا بعدها مباشرة قال لك يا جدعان امام بيتكلم لاعب عليا او يعني مش مش عارف إيه اللي ويفتح على كام هيعمله ولا إمام، حلقتين وما سابوش. اللي هيعمله إمام في طوال تاريخه ده ما يجيش حاجة في بداية تاريخي أنا أصلا. بص استنى. وحاجات في فارغة بدايه بتتقال. تاريخي دي معناها ايه؟ ده أنا مش فاهم. طب بدايه تاريخك فين؟ ما أنا برضه مش فاهم. ما بعد فهو طلع اصل بعد يرد جمله بكل زي دي انت المفروض ما تقوليش علق، عايز نعلق على ايه اصلا؟ طلع يرد بكل غباء وعادي. عادي. عشان هو زي ما قلت لك غريب برضه في شخصيته. ما علينا. انت عايز تعليق على القصه دي؟ يس. استغفر الله العظيم. بص،
آم، ما هي بص، اصل ده عبد العال ما كانش ينفع يطلع يقولها بالطريقه اللي قالها بيها. ما انا بطلع انتقد بعض اللعيبه اذا كان على القناه او بره الهوا، بس مش بقول بالطريقه اللي هي يعني ايه فقر على الاهلي. يعني مش هو الاهلي ده بيتك او يعني فاهم قصدي؟ يعني ايه فقر على الاهلي؟ يعني ايه جه وجايب لهم اعمال وحطها في النادي فنحس النادي؟ هي ما بتتقالش كده. فمتهيالي ان انا شايف ان رد امام كان برضه غير مناسب برضه، اصل يطلع طب يعني تصريح كابتن رضا عبد العال لما قال مش عارف. اللي انت عملته واللي هتعمله انا عملته وانا برجع بظهري بس، ازاي؟ ما يعني عنديش كده انت تعليق على كنت الجمله زي يعني كده. رايح. ما خلاص ملاش تعليق، ملاش تعليق. ادخل في حاجه تانية، ويا ريت لو تشيل الفقره دي خالص لان مش عارف. نوقف الفقرة دي. يا ريت يا ريت. اصل طيب اصل معظم القصص الرياضيه ملهاش تعليق. ما اخر هتقول ايه؟ فقرة، اتفضل. السبورة. امم عارفها بقلق منها كتير دي، كأن بقى هنقيم يعني يلا اتفضل. هتقيم في الجمله هنقيم ولا في لاعبين رقم عشان هنقيم لاعبين الاهلي والزمالك ومنتخب مصر في النهائي بتاع كرواتيا ماشي في الجمله ولا في رقم. في رقم؟ هات نبتدي التقييم. بمنتخب مصر وهقيم المدير الفني. ما ماشي. يلا نبتدي بالمدير الفني حسام حسن. طب 10 من 10 رغم الخسارة، أصل تمام. قلت بيبدأ ماشي. ابو جبل. 6 لا يستحقهم. على الماتشين. بس نكمل. على الماتشين 6 وأنت مذيع ما تقولش رأيك. انا بقيم النهائي بس، النهائي بس. انا ما بقيمش الماتشين اطلاقا. 4 عشان الكام حاجة اللي عملهم 4. ماشي. اه, ماشي. محمد هاني. محمد هاني 6 برضو يعني. عبد المنعم. 5 عشان الجون اللي عمله. أصل بص، رامي. نفس الكلام. مم. دفاع الأهلي ده ما ينفعش ياخد أرقام أصلا. محمد حمدي. 2. أصل مش لاقيه، كل ما الاقيه بيجري. اديته كام؟ 2. التقييم ده ظالم جدا اتنين. على فكرة، بس أنا كل ما الف في الملعب بيطير ما اعرفش بيروح فين. ايوه بس هو صاحب الاسيست ما عشان الاسيست 2. بتاع رامي، لا اطلاقا انت. يا بص زمان انا كنت بدي تقييم اعلى من كده، بس هو انا مش عارف هو في ايه، بقاله ماتشين اوكي. مش موجود. مروان عطية. هو انت ممكن تغير الماتش، اصل الماتش ده كانوا كلهم سيئين، انا بحاول اديهم تقييمات يعني مرضية. اتفضل. 7 وده يعني ماشي، احنا في رمضان كوكا. 10 بالنسبة لي. اصل انت ما ينفعش تقيم لاعب صغير قفشه. يعني لسه ما بدأش، فاهم؟ 8. مرموش. 5.5. تريزيجيه. 9. مصطفى. 9.5. ماشي. بس ليه شفت ماتش بتقيم الزمالك؟ مصطفى؟ امال سؤال هقيم مهم. مين؟ لا يعني اصل انا حاسس ان مصطفى حاليا من خارج التقييمات. انا ما فيش حد بالنسبه لي خارج التقييم، طب ماشي اتفضل. لان انا مقتنع ان اللاعب هو ماتش، لا اما في التوب فورم لا اما هي خارج دي مشكلة الفورم التقييمات اصلا. بقى، هي دي مشكلة التقييمات، خد بالك. بس تمام كمل. طيب شفت ماتش الزمالك سنتشر؟ مش بالظبط، بس يعني لو عايز تسأل هتعرف تقيم. في اقيم لك التحكيم ماشي، اقيم لك الاهداف تمام، اللعيبة مش قوي، ما شفتهاش، ممكن اقيم زيزو. لا ما هو زيزو واخد 10 من 10 في التقييم. لا ده انا زيزو هعلق واخد مش 20 هقيم. من 10. لا ما قلت لك انا هعلق مش هقيم يعني ده بقى اللي اخراج التصنيف. يعني يلا اصل ده بص، لاعب ما بيتمرنش من يوم 22 ونزل جاب لك جون وعمل اسيست. في زي ما انت فاهم ان الانديه بتوقف على لاعب، فما شاء الله عارف انت زي فنادي يعني الزمالك متوقف على زيزو. واللعيبه برضه تحس ببعضها يا اخي، يعني لو انت لاحظت لعيبه فيوتشر هي بتلعب، لا وهي بتتدرب كمان. دماغها مع احمد. فا انما لو ركزت في الماتش هتلاقيهم مركزين وفايقين ليه؟ عشان هو حاليا كويس يا جماعه، لو انتوا مش متابعين الاخبار واصلا هو كويس جدا كمان. طب يعني الصوره اللي نزلت اللي انا مش عايز اتكلم عنها ومش هتكلم عنها. اتفضل قيم لي التحكيم. 9 من 10. وعارف ليه؟ الواحد ده مش عشان خاطر تحكيم عملوه، ده عشان هما في جدل بس بيحصل عليهم، وهم سمحوا بلقطة جدلية، إنما هم حكموا تحكيم كويس على عكس تحكيم وكانوا الأهلي اللي ياخد كويسين. 0. كمل.
كانوا كويسين، بس هو المشكله ان انا نفسي حكم يكمل للاخر. لا لا، حكم كان كويس جدا. ما هو ما كملش للاخر. عشان لقطة ضربة الجزاء انا في رأيي انها يا جدعان عادية، حاجة تمام، هو صح، صحيحة. مش صح، او حتى لو صحيحه يا ما ابني هي انت ما هي هتخسر ايه؟ لقطة يا عم البدل دي بقى اللي انا انت بتكلم هتخسر ايه فيها. لما تروح للفار تشوفها؟ ما هو ده عشان كده بقى الواحد مش موجود. وبعدين اصلا اللي بوظ الدنيا اكتر رد كابتن علي محمد علي على تعليقه على المخرج. لما دي حاجة عادية، اصل احنا مش يا اصل. جدعان انتوا ليه بتنسوا ان فيوتشر فرقه مصريه؟ ما يغركوش الاسم طيب؟ انتوا فاهمين مش ممكن من افهمك نيجيريا؟ حاجة، ممكن افهمك حاجة صغيرة. ما هي مش من نيجيريا. اسمعني بس، ما هثبت لك انها يمكن تكون من باكستان. كندا. اسمعني بس، هثبتك انها ممكن تكون من باكستان اصلا. اتفضل. النهارده وانا في المحاضرات برضو، قبل المحاضرات، فكان في ناس بتتكلم جنبي على الماتش ده. حلو. في واحد سأل مين فيوتشر. ما هو احنا مش ذنبنا ان انتوا كلجنه اعلاميه ما بتدوش كل فريق حقه. بس حتى انا ايه اللي قلت بس مش له، ذنب النادي؟ حتى اللي جنبي رد قال له ايه، فريق بيلعب في الدوري المصري. مش طب ذنب مين بقى الفريق؟ ممكن تلاقي واحد اصلا يجي يقول له فيوتشر اللي الواد احمد رفعت متصاب منه. ما احنا ما نعرفش حاجه عن فيوتشر غير اصابه الواد. ما هو دي ما طلعش مشكلة، اعلاميا غير باصابه الواد. دي مشكلة. زمان كنا دي كارثه. بنحضر، زمان احنا كنا بنحضر حلقة اعتقد احنا نزلناها. كان فيها لعيبة كان فيها فرق في الدرجة الرابعة والثالثة. ايام طبعا ما كان في رابعة اصلا يعني، عشان دلوقتي ما فيش. المهم عفوا. فاسماء اللعيبة كنا احنا اصلا الفرق، قصدي احنا ما بنعرفش ايه دي، لدرجة ان في ناس كانت يعني بتقول ان دي اسماء مناطق، انتوا جايبينها ليه هنا؟ فاحنا طب شفت يا مفيش عم القاء الضوء والله على اي كارثه. حاجة من الحاجات دي. كارثه. وعلى طيب فكرة ده مبدأ من ضمن مبادئ القناة في المستقبل، عايز أنا ألقي الضوء على الحاجات دي كلها إن شاء الله. هتقيم لعيبه الاهلي طيب يلا. دي تمام، شفت الماتش أنا كده. بس أنا امبارح كان عندي محاضرة أونلاين يا جماعة، ما شفتش ماتش الزمالك، فإيه، معلش يعني. قيم لي كولر. 100 من 10. أصل كولر ده دماغ يا جدع يعني، دماغ. قيم لي شوبير. 8 من 10 عشان حسيته مش مركز في الماتش. وعمل كل ده. يا طب لو ركز. لا ده أنت عشان تعرف أنت مش بتعمل معايا حلقات في الماتشات اللي قبل كده، مش بيرضى 10 من 10 على طول. بس هو ما شاء الله في حاجة كده لخبطته تركيزه، معرفش هي ايه، لسه ما دورتش وراها، فاخدت بالي. طيب يلا محمد هاني. محمد هي ده ملوش تحليات اساسا يعني، ممكن يجيب 7 ولا 6، معرفش يعني. طيب غريب. رامي. على الرغم ان انا كنت لسه مديله رقم عجيب جدا في الماتش التاني بتاع منتخب مصر، بس اللي ياخد 8 او 9. اه شفت. ما صدقتني مش عارف لما قلت ليه، لك اللاعب مش عارف ماتش. ليه. كده انت صح. انت كده بتثبت لنفسك ما قلت لك. عبد انت المنعم. صح، هثبت لك دلوقتي في تقييم ما، بس استنى. عبد المنعم 9.5، يلا. شفت. الاثنين كانوا خمسه هناك. ايوه، شوف انت بقى. لا بص، في الجاي دي هتثبت لك بقى. اتفضل. عشان انت طبعا ماشي بالتشكيله على تقريبا نفسها، فانا عارف انت هتقول ايه. اتفضل. يلا معلول. ايوه، 5 اهو. ما اعرفش يلا عشان العمر ولا عشان ايه، بس ماشي 5. مروان. 7.5. كوكا. 10. السولية. 6. وده عشان شحات. يعني 8.5. رضا لا باتستاو. ينفع 9. الجموديس. موديست. هتصدقني لو قلت لك 10 هصدقك عشان هو عمل شوية حركات. يعني. هو لاعب كورة. انت دايما يا جدعان، حتى هو عشان تبقوا عارفين بس يا جماعه، المذيع بتاعنا ده بيعترض على موديست، وانا بقعد اقول له على فكره هو لاعب كويس، بس يمكن مش ظابط معاه في الاهلي يعني، لكن هو لاعب كويس. عادي بدري وعلى لاعب فكره كويس. معلومه ليك، معرفش انت تعرفها ولا لا، هو والله لاعب كويس. بالظبط اعتقد المستمعين ما يعرفوش اللي انا هقوله حالا. موديست بيتدرب لوحده منفردا، تدريبات مختلفة جدا وتدريبات قاسية جدا جدا، فممكن نقول ننتظر موديست ان شاء الله قريبا يعني. إن شاء الله. في الختام ليكم مني أحلى تحية. كنت سعيد باللقاء معاك يا سيف، وأتمنى لقاءكم في لقاءات أخرى قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.